اهلا وسهلا بكم وصاروخ جديد من صواريخ روكا. هو ده الشغل وهو ده الجمال وهو دي الحلاوه. تسلم ايدك يا كابتن سيد. ده الشغل الحلو يا كابتن سيد والكابتن زيزو. الف مبروك للصفاقسي، هارد لك لفريق صن داونز. بطوله كانت قويه، بطوله الشباب. هو ده الشغل اللي يليق بجروب كره متجوزين. هو ده الشغل الجميل اللي اتعودنا عليه من الكابتن سيد ومن الكابتن زيزو. غير التسليم اللي فات، غير اللي انت ليه تسلم في المدرج تبان ان انت بتسلم في السجن. بص التسليم في ارضيه الملعب، بص المنصه المعموله، بص طريقه التسليم والجو الجميل. هو ده اللي اتعودنا عليه من كره متجوزين. شابوه كابتن سيد الدينامو وكابتن زيزو الدينامو. شابوه كره متجوزين، بطوله الشباب وتسليم الجوائز بالشكل اللي يليق، والجوائز اللي تليق بنجوم ولاعيب الكره متجوزين الكبار. طبعا ان شاء الله دي اخر كلام لينا لكره متجوزين. الاداره بتاعت كره متجوزين ما بتتفهمش، ما بتتكلمش مع حد. اي حد بينتقد يبقى ده بيكره، حتى لو كان بينتقد باحترام. يعني احنا بننتقد باحترام، وفوجئنا ان الاداره بتعمل لنا ابلود، بتعمل لنا بلوك من الجروب. فده حقها، هي حره تعمل اللي هي عاوزاه. لكن اداره جروب كره متجوزين دايما بتتعنت ودايما بتتعامل مع الناس بالاسلوب ده، وده اسلوب مش حلو، اسلوب مش كويس. المفروض تسمع الراي والراي الاخر. وانا عندي رايي ان التسليم اللي فات ما كانش يليق بفرقه قويه، فرقه الكابتن رامي باير ليفركوزن وتاريخ البطوله اللي اتلعب لمده سنه وال80 فريق. احنا كنا عند راينا وما زلنا عند راينا، والصاروخ اللي قلناه وسمع لكل الناس والناس كلها كلمتنا عنه. وعلى العموم احنا لو عايزين نعرف كل اخبار الصفحه، في اكتر من 50 عضو بيراسلونا، والله اكتر كمان. لو خدت سكرينات، اعضاء كتير بتراسلنا كلهم اخواتنا وحبايبنا، ومش هنقدر نقول اساميهم عشان الاداره يمكن لا تحذفهم ولا حاجه. بيبعتوا لنا صور وحاجات مش حابينها ومش عاجباهم، لكن مش ده هدفنا. احنا هدفنا نرتقي بكره متجوزين المكان اللي احنا بنحبه. هدفنا ان احنا نقول للاداره ان لازم تسمع الراي والراي الاخر. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، وشابوك كابتن سيد والكابتن زيزو، والف مبروك للصفاقسي، وهارد لك لسان داونز.